الحمد لله حنا مقبلين على شهر رمضان لان يعني شهر رمضان وهذا بالشهادات ديال الاطباء وهذا كيكثر المشكل ديال الجهاز الهضمي سواء سواء يعني القبض سواء الاسهال سواء الحريق سواء سواء قرحه المعده سواء يعني كاين بزاف ديال الامراض اللي كيكثروا في رمضان. هذا منين كيجي من الافراط في الاكل ومن يعني كما تنقولوا بالدارجه من التخلاط ديال الماكله. التخلاط ديال الماكله ما خصوش يكون لا في رمضان ولا غير رمضان، ولكن رمضان ملي كتضل صايم الجسم ديالك تخلص من سموم. الصيام راه كيخلصنا من السموم، ملي كنكونوا صايمين الجسم ديالنا كيتخلص من السموم، كيمشي لنا الخلايا السرطانيه كيحيدها كينظف لنا الجسم ديالنا. كنجيو في الاشياء كنبداو ندخلوا في الحار والمالح والحلو، هذه المسائل كامله اللي معروفه عندنا في المغرب ديالنا. فهذا كنسميها عاده سيئه. الانسان اللي كيضل صايم خصك تجي في العشيه ميقات المغرب كتفطر فطور اللي هو طبيعي جدا، وما تكثرش الماء بزاف، ما تاكلش الماكله كثيره، ما تخلطش الماكله باش تقدر يعني توازن داكشي اللي كيحتاج الجسم ديالك. الا خديتي بروتين اكثر من القياس، الا خديتي السكريات، خديتي يعني مسائل اللي اكثر من داكشي اللي كيحتاج الجسم، فهنا كتولي في شي حاله اللي هي صعيبه وكتولي غادي للسبيطار ولا غادي عند المعالج ولا كتولي واحد. لهذا استغلوا رمضان في الصيام في العباده واستغلوه حتى في الصحه. لما لا؟ لان رمضان ممكن لنا نستغلوه في الصحه باش من بعد ما يخرج رمضان نصيبوا الجسم ديالنا يستافد من بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للنصيحه اللي نعطي للناس بالاخص يعني في رمضان وحتى في غير رمضان لما لا، النصيحه اللي نعطيهم هي ياخذوا مثلا الكرويه، حبه حلاوه، النافع، الباديانه، ولكن بكميات متساويه ومتزنه. هنا فين كاين يعني كما تنقول المعنى كاينه في الضبط ديال الاخذ ديال الاعشاب. ماشي كنقول لك حبه حلاوه النافع كتمشي كتاخذ الكثره، ولا واحد الكميات بسيطه جدا. نقدروا ناخذوا مثلا ملعقه واحده صغيره فيها من كل فيتامين، يعني فيها من كل حاجه شويه شويه. عندنا الخروب، القزبر حبوب، حبه حلاوه، النافع، القليل من باديانا، لان باديانا على حسب الطونسيون يعني شويه ناخذوا القليل منها وكنطحنوهم من بعد ما كيتنقاو. هذا كنطحنوهم متخلطين مع بعضياتهم، كنغربلوهم وكنخلطوهم مع العسل. كناخذوا مثلا ربعه ديال العسل، يكفي 5 الملاعق ولا 6 الملاعق ديال هذه الخلطه هذه مخلطه، وكناخذوهم ان شاء الله. هذه كتخلصك من بزاف ديال المشاكل. هنا كنتكلموا على الناس اللي ما عندهمش امراض يعني في الجهاز الهضمي اللي هي مستعصيه، كنتكلموا على الانسان اللي الجهاز الهضمي ديالو سليم او لا فيه اضطرابات خفيفه. الا كان التهاب ديال الامعاء ولا كانت المسائل من طبيعه الحال ما غاديش ياخذ هذه المسائل هذه. كانت جرثومه المعده من طبيعه الحال ما غاديش ياخذ هذه. نزيدكم جوج نصائح ان شاء الله. النصيحه الثانيه المسكه الحره الاصليه اليونانيه، بحث عليها شوف غتلقاها بتيارها موجوده عندنا. تمر اللي اللون ديالو اسود، بمعنى العجوه، اللولو، كرافت. الناس اللي كيعرفوا التمر كيعرفوا هذه المسائل هذه. يعني التمر الكحل كناخذوا 3 حتى ل 5 الحبات في الصباح على الريق، وتناخذوا 2 حبيبات ديال المسكه الحره اليونانيه، كنخلطوهم في واحد شويه د الماء وكنخليهم واحد ربع ساعه مثلا. من بعد ما ترجع من المسجد في الصبح صايبهم قبل ما تمشي للمسجد، من بعد ما ترجع كتصيبهم موجودين وكتشرب هذيك المسكه الماء ديالها وكتاكلهم بحبه ديال التمر وكتبقى ساعه ومن بعد كتاكل. الوصفه اللي عطيتكم ديال الخروب وديال حبه حلاوه والنافع والقزبر خذوها من بعد الاكل، فطور غداء عشاء. الوصفه الثالثه اللي نقدر نهديها للمشاهدين ديالكم والناس اللي كيتابعونا هي وصفه اللي خاصه بالحريق ديال السياديك او حريق الظهر، يعني كنخفوا بها الالم ريت ما نمشيو عند الطبيب او عند المعالج. اللي هي كناخذوا عصا موسى، كناخذوا الازير، الشيح، والقليل من حبه الهيل. حبه الهيل اللي هي الحبوب الخضراء اللي معروفه يعني كدار في القهوه، وهذا كناخذوا شويه شويه من الحاجه، ما يهمناش يعني شحال، شويه شويه. كنديروه مع كاس ديال الزيت او لا، يعني كل ما تزاد الكميه ديال العشب كل ما كتزاد الكميه ديال الزيت. الزيت البلديه تكون حره طبيعيه، وكنديروا معاه شويه ديال الماء باش ما يتحرقش لينا هذيك الوصفه، يعني باش ما تقلاش. بغيناها طيب في الماء والزيت وتبقى طيب حتى يتبخر الماء. من بعد ما كيتبخر الماء كناخذوا داك الزيت وكنديروه في واحد القرعه ديال الزاج وكنخليوه مده ديال يومين. من بعد يومين كنصفيوه وكنبداو ندهنوا به المكان ديال الحريق. واستعمل هذه الوصفه هذه ورد عليها اخبار هديه من عند خوك ابو احسان. كنصيحه اخيره ان شاء الله بالنسبه للمشاهدين كاملين، حاولوا ما امكن ما تفرطوش في 4 الحوايج: النظام الغذائي، الرياضه، شرب الماء بكثره، والمشي. واخا تكون كدير الرياضه والسبور، المشي كيبقى بوحدو بعيد على لاصال، بعيد على الجري. وهذا المشي في الصباح بالاخص في الصباح قبل طلوع الشمس او مع طلوع الشمس باش تاخذ الاكسجين
وتطرح ثاني اكسيد الكربون. ومن الاحسن تمشي في مكان اللي فيه اشجار بحال الغابه، بحال الاشجار اللي كتكون جنب الطريق، باش تحاول تنقي الدماغ ديالك وتنقي الجسم ديالك من السموم. زائد الحجامه هذه اللي بزاف الناس غافلين عليها. كاين ناس كيجيو عندي عنده 50 عام في عمره تيقول ودي انا اول مره غندير الحجامه. علاش؟ الحجامه تقدر ديرها وانت عندك 18 عام وانت عندك 20 عام وانت عندك 17 عام، تقدر دير حجامه لانها كتبقى دائما علاج طبيعي. كنتكلموا على الناس قبل المرض، حنا كنتكلموا دابا على قبل المرض. اما ملي كتمرض ديك الساعه كنولوا حنا اللي كنحددوا العلاج اللي يصلح لك. يعني مادام باقي ما عندكش حتى شي مشكل، كنتي كدير السبور، كنتي كتهز ثقول، كنتي كتعيا بزاف، الحجامه شريطه المراعاه ديال موانع الحجامه اللي هما ما يكونش عندنا حديد في الجسم ديالنا، مثل الحديد اللي كيدار الناس اللي عندهم كسر، مثل فقر الدم الحاد، مثل فقر الدم الحاد، مثل هشاشة العظام مثلا، مثل الضيقة اللي هي في واحد المرحلة متأخرة، مثل السكري في درجة اللي هي صعيبة. يعني هذه المسائل كاملة، الناس اللي عندهم بنية جسمانية يعني ضعيفة شوية، الناس كبار بزاف وهذا، نحاولوا ما نديروش لهم حجامة، نساعدهم بأنواع ديال المساج وبأنواع ديال العلاجات اللي هي من غير الحجامة وتكون طبيعية. بالنسبة للحب ديالنا لهذا الميدان والطب البديل او العلاجات الطبيعيه، راه كان منذ الصبا، كان يعني منذ سنين. لكن امتى قررت وخديت الخطوه باش نبدا في البحث، ماشي باش نبدا العلاجات، لان كاين تمدرس بحث عاد بدينا في العلاج. بالنسبه للتمدرس وبالنسبه للبحوثات اللي قمنا بها يعني في هذا الميدان، كانت مني قررت باش ندخل في حال المغرب من اوروبا، لان انا من المهاجرين بالديار الايطاليه. ومن ثم بديت ان شاء الله كنبحث عن بعد يعني بشكل بسيط جدا. من دخلت في حالي المغرب عاد بديت ان شاء الله نتمكن يعني من العلاج، وكنت ندرس على كما قلنا يد الناس اللي هما يعني متمكنين في الميدان. واتخذنا المسيره ونتمناهم الله عز وجل تكون يعني في صالح اي مريض جا عندنا ننفعوه. واهم حاجه هي تجي عندنا مريض وتخرج مزيان. والناس اللي الصحه ديالهم مزيانه حافظوا عليها راه الصحه ما عندهاش ثمن. ولا كنت كتبحث على علاجات طبيعيه ومكان اللي يكون في المستوى، ما غاديش نشكر لكم راسي، وانما الشهادات ديال الناس راهم كاملين في الباج عندنا، الناس اللي جاوا تعالجوا وجربوا. لان كما تنقولوا بالدارجه، اللي جرب ماشي بحال اللي سمع. يعني كنت كتقلب على هذه العلاجات، مرحبا بك عندنا في مركز ابو احسان للعلاجات الطبيعيه، مدينه بني ملال، حي الشرف.